السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غنشوفوا فيه طريقه تحضير صابري بريستيج بالشوكولات وكريمه الحامض. كيجي رائع في المذاق وفي المنظر كيف كتشوفوا. وما تنساوش دعموني بجيم او لايك، ولكن انت مازال ما مشتركاش في القناه اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك اي جديد. بالنسبه للمقادير، عندي 250 غرام زبده، كاس سكر كلاصي او سكر ناعم، نصف كاس من زيت المائده، جوج صفار البيض، 3 معالق كبار كاكاو المر، والدقيق باش نجمع العجينه. خديت اناء وضعت فيه الزبده، انا كنستعمل هذا النوع ديال الزبده، تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتو. وضعت كاس عنبه من السكر الناعم وجوج صفار البيض. خلطت المكونات وضفت الزيت. تخلطوه وتضيفوا الكاكاو. بعد ما خلط الكاكاو مع المكونات كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه ديال الصابلي. الدقيق تقريبا كيهز ليكم 500 غرام على حساب نوعيه الدقيق، تقدر تكون كفيتها شويه تقدر تكون قل. العجينه ديال الصابلي كتكون عندنا بهذا القوام هذا. خديت جوج بلاستيكات، فرشت الاولى وضعت فوق منها قطعه من العجين وغطيتها ببلاستيك اخرى، وبديت كنسرح فيها بالدلاك. كديروا جوج بلاستيكات باش كيبقى ليكم الصابلي ديالكم ما كينشفش. كنبقاوش مره نزيدوا فيه الدقيق، كيبقى ساهل لينا باش في ساعه نسرحوه وكيبقى طري. وقطعت بهذا المقطع دائري. ستفت قطع الصابلي ديالي في لاطه، فرشت ليها ورق المطبخ. كنخلي صف من الدوائر ديال الصابلي، كنخلي صف يكون صايم، والصف اللي من وراه كنقطعهم بهذا المقطع هذا، بهذا الشكل هذا، اما بالبوق، انا قطعتهم بالبوق، ولا تقطعوهم باي مقطع يكون دائري ويكون القطر ديالو اصغر من الدائره الاولى باش تكون عندنا دائره خاويه من الوسط. كتخليو الصف الاخر وكديروا الصف اللي من وراه باش يبقى غاديين مقادين. بعد ما طاب الصابلي ديالي دخلته الفران تقريبا مده 10 دقائق. بعد ما طاب كندهنو بالناباج، الدائره اللي مثقوبه كندهن الوجه ديالها بالناباج، وكنوضعها في الفيرميسيل ديال الشوكولات. بهذا الشكل هذا.
من بعد كتشدوا الدائره اللي ما متقوباش، كدهنوها بالناباج وكتلصقوا عليها الدائره الاولى بهذا الشكل هذا. كتكملوا الصابلي ديالكم كامل بنفس الطريقه. بالنسبه لكريمه الحامض، خديت شوكولاط ابيض ذوبته في حمام مريم، زدت عليه معلقه كبيره ديال الجلوكوز، ما تيبغيش يهبط حيت الحال بارد كيكون قاصح شويه الجلوكوز. زدت عليهم 4 المعالق كبار ديال الناباج. و2 معالق صغار ديال نكهه الحامض. كتخلطوهم مزيان وكترجعوهم لحمام مريم باش يذوب لينا الشوكولاط مزيان مع الجليكوز مع الناباج، باش يتخلطوا لنا جميع المكونات ديالي. وجدات كتكون بهذا الشكل هذا، وضعتها في بوش. كتجي لذيذه هاد الكريمه، كنتمنى تجربوها، كتجي لذيذه وكتستعمل في بزاف ديال الحوايج من غير الصابلي، بزاف ديال الحوايج كتستعمل فيهم. وبديت كنعمر في دوك الفراغات اللي خليت ديال دوك الثقب ديال الصابلي. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، صابلي بريستيج بالشوكولاط وكريمه الحامض. كيجي رائع في المذاق ورائع في المنظر، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه وما تنساوش الجيم او لايك، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.